عمرك فكرت ازاي القطط اللي بنشوفها النهارده الكائنات اللطيفة اللي بنربيها في بيوتنا كانت زمان مفترسة بتعيش في السافانا الأفريقية، وازاي الحيوان اللي كنا بنخاف منه بقى هو الحيوان اللي بينام جنبنا؟ القصة دي مش مجرد تطور وبس، دي رحلة غريبة جدا من قلب البرية لحد البيت عندنا. فعموما بلاش نطول كتير، خلونا نبدأ. بس في الأول بقى ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله. أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. في أراضي أفريقيا وآسيا وسط الأعشاب الطويلة والحر اللي بيكوي كان في كائنات اسمها القطط البرية الأفريقية، ودول يعتبروا صيادين ماهرين بيتحركوا بصمت وبتستنى اللحظة المناسبة وتهاجم بسرعة خرافية. أسنانها ومخالبها كانت كفيلة تقطع أي حاجة في طريقها. بس مع الوقت ولما قربت من البشر حصلت حاجة غريبة جدا، سلوكها اتغير شوية ومظهرها كمان اتغير كتير، والمفترس اللي كان مرعب بقى دلوقتي كائن صغير شكله كيوت، يعتبر لسه قاتل بس قاتل في أضيق الحدود للحيوانات الصغيرة. والبداية الحقيقية لاستئناس القطط، الناس زمان كانوا فاكرين إن المصريين القدماء هم أول ناس روضوا القطط من حوالي 3600 سنة، وده يعتبر منطقي لأن الرسومات والتماثيل والمومياوات كلها كانت بتوضح قد إيه المصريين كانوا مهووسين بالقطط. بس الحقيقة طلعت أقدم من كده بكتير. في سنة 2004 علماء الآثار لقوا قبر في جزيرة قبرص في إنسان مدفون جنب قطة من حوالي 9600 سنة، وده معناه إن العلاقة ما بين الإنسان والقطة بدأت قبل الحضارة المصرية بآلاف السنين، تحديدا في منطقة اسمها الهلال الخصيب اللي فيها العراق وسوريا ولبنان. وهناك بقى بدأت القصة الحقيقية. ولما الزرع غير مصير الكوكب، البشر بدأوا يسيبوا حياة الصيد ويستقروا ويزرعوا. بقينا نزرع قمح وشعير، وبعدها بقينا نربي المواشي، وبقينا نبني القرى. ومع الزرع بدأ يظهر فائض من الغلة، والمكان اللي بيتخزن فيه الغلال طبيعي يبقى فيه فئران، والفئران دي كانت تعتبر وليمة مجانية للقطط البرية. تخيل بقى القطط دي وهي شايفة البشر بيخزنوا أكلهم في مخازن مليانة قوارض، كانت بالنسبة لهم كأنها الجنة المفتوحة، وكأن الإنسان بيقدم ليهم الأكل ببلاش. القطط اللي كانت جريئة ومش خايفة من الإنسان بدأت تقرب، وبعد مرور السنين القطط اللي كانت بتعيش حوالين الناس كانت بتاكل أكتر وبتربي صغار أكتر. ومن هنا بدأت القطط الأليفة إن هي تظهر أول مرة على الأرض، والقط يعتبر هو اللي روض نفسه، بعكس الكلاب اللي الإنسان هو اللي روضها واختار نسلها. الإنسان ما كانش بيختار مين يتكاثر أو مين يعيش، القطط هي اللي قررت إن هي تعيش جنب الإنسان لأنها كانت مستفيدة. ومن هنا ابتدوا الناس يحبوا القطط لأن هم بيصطادوا الفئران، والقطط كمان حبوا يعيشوا جنب البشر لأن هم كانوا بيوفروا ليهم مصدر أكل أساسي وهم القوارض. يعني من الآخر هي علاقة مصلحة مشتركة مش أكتر، كل واحد كسبان بس بطريقته. القطط أذكى من اللي احنا ممكن نتخيله. العلماء اكتشفوا إن هم بيحتفظوا بملامح الطفولة حتى وهم كبار، عيون كبيرة، وش مدور، تصرفات لعبية، وده بيخلي الإنسان يحس ناحيتهم بنفس إحساسه اتجاه الأطفال. الظاهرة دي اسمها الطفولة الدائمة. والأغرب إن القطط البرية مش بتطلع الصوت اللي احنا عارفينه لأن ده سلوك خاص بالقطط الصغيرة، لكن القطط الأليفة احتفظت بيه مخصوص علشان تتواصل معانا، وكأنها بتقول لنا اسمعني أو شوفني أو حتى أكلني. وصوت المياو بتاعها بيخلينا فعلا نهتم بيهم أكتر ونخدمهم بإرادتنا. وده فعلا بيفكرني بحلقة للدحيح كان بيقول فيها إن القطط بتحس إن احنا اللي شغالين عندهم، وإن هي أحيانا ممكن صاحبها ينده لها وما تردش عليه رغم إن هي بتكون عارفة إن ده صاحبها اللي بينده لها عشان عايزها. ومع الوقت القطط بقت جزء من حياة البشر وبدأت تنتشر في كل مكان. ولما وصلت مصر القديمة حصل تحول كبير جدا للمصريين لما شافوا القطط دي كرمز للقوة والنعمة في نفس الوقت. عبدوا الآلهة باستت بنت الإله رع اللي كانت على شكل قطة، وكانت رمز للهدوء بالنهار والانتقام بالليل. القطط بقت مقدسة وكان ممنوع إيذائها، لكن للأسف ومع زيادة تقديسهم كانت بعض القطط بتتقدم كقرابين للآلهة، والأدلة دي لسه موجودة. أطنان من مومياوات القطط اتلاقوا في المعابد القديمة. ومن مصر للعالم القطط ما وقفتش عند مصر وبس، فضلت تنتشر مع التجار والمسافرين لحد ما وصلت آسيا وأوروبا وباقي العالم كله. وفي القرن ال14 في آسيا ظهرت أول سلالة مميزة من القطط، وهي القطط السيامي. سلالة اتكونت بالصدفة من تغيرات جينية عشوائية مش عن طريق تدخل البشر، لكن في أوروبا وبالذات في بريطانيا القرن ال19 كانت بداية جنون القطط فعلا. بدأ الناس يربوا سلالات مخصوصة بالجمال والشكل مش بالشراسة ولا بالصيد. وفي سنة 1871 اتعمل أول معرض قطط في لندن وتنافس فيه أكتر من 170 قطة. ومن هنا بدأت فكرة سلالات القطط زي الشيرازي والبنغالي وأنواع غيرها كتير. القطط الهايبر أو الهجين، في السنين الأخيرة العلماء قدروا يعملوا تهجين بين القطط الأليفة وأنواع برية
برية زي البنغال اللي أصلها من تزاوج ما بين القطة المنزلية والقط الآسيوي المرقط، شكلهم ملوكي مبهر. بس برضه لازم نعرف إن في قطط كتير جدا بدأت تختفي بسبب التهجين ده، زي القط البري الاستوكلاندي اللي بقى شبه منقرض بسبب الخلط الوراثي مع القطط المنزليه المختلفه. ورغم كده القطط ديت بتسبب كوارث غير طبيعيه. القطط اللي بنحبها دي برغم ان هي لطيفه، بس في امريكا الشماليه بس القطط بتقتل حوالي 2.5 مليار طائر كل سنه، ده غير اكتر من 10 مليار حيوان صغير من الضفادع او السحالي او القوارض. وفي استراليا الحكومه بتحاول تقلل عدد القطط البريه علشان تحمي الحيوانات الاصليه. يعني القطط اللي بنربيها في البيت لما تخرج للشارع ممكن تبقى قاتلة من غير ما تحس. وفي الآخر من أول القطة البرية الأفريقية اللي كانت بتعيش وسط الأعشاب لحد القطة اللي دلوقتي بتنام على سريرنا وتستنى طبق الأكل بتاعها، دي تعتبر رحلة من آلاف السنين من التكيف والذكاء والمكر والتطور. القطة قدرت تروض نفسها وتكسب قلب الإنسان، وتحولت من رمز الكائن مفترس لرمز للعب والدفء والحب. بس مهما كانت لطيفة لسه جواها نفس الصياد اللي بيستنى اللحظة الصح علشان يبتدي الهجوم بتاعه. وبكده بتكون خلصت حلقة النهاردة، فما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله. وما تنسوش تكتبوا لنا تعليق تقول لنا ايه رأيك في المحتوى اللي احنا بنقدمه، وحابب تسمع ايه الحلقة الجاية. واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.